بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. طبعا في اول الفيديو بتاعنا يعني بجد انا اسفة على التأخير. عارفة ان انا بقالي كذا يوم ما نزلتش فيديوهات، بس للأمانة يعني كان عندي ظروف كانت يعني مضايقاني شوية وكنت تعبانة، فحاجات ياما يعني الظروف ما سمحتش ان انا انزل معاكم الفيديوهات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزة اقول لكم كمان والله العظيم يا حبايبي، يعني انا ياما جو بيجيلي وقت عليا ما اناش عايزة اصور، ما اناش حابة ان انا اصور ولا حابة ان انا اسجل الفيديو. يعني اوقات بكون مصورة كمان الفيديو، بس والله ما بكون حاجة بتمنعني ان انا اسجل الفيديو او انزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فربنا يا رب يصلح احوالنا جميعا. يعني كل انسان فينا معرض انه يعني يحصل له ابتلاء، يحصل له ظروف تمنعه عن اي حاجة. كلنا يعني مفيش حد فينا كده خالي. اي حد في الدنيا كده بيجي عليه وقت بيكون يعني كاره حتى نفسه. والله العظيم بيجي علي وقت بكون كارهة نفسي، بس طبعا يعني بيكون وقت وبيعدي. يعني من نعمة ربنا علينا النسيان، ان احنا بننسوا حاجات ياما وبنتغاضوا عن حاجات ياما. فكلنا معرضين، شوية نبقوا متضايقين شوية فرحانين. يعني الدنيا دي متقلبة، مش على حال واحد. كل وقت في حال او كل ساعة في حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا صورت معاكم اخر حاجة كان الخبيز بتاع الفرح بتاع العروسة. كنت ناوية اصور معاكم الحنة واصور الفرح وانزله. بسم الله ما شاء الله، كانت حنة جميلة جدا وكان فرح اجمل واجمل. ربنا يا رب يهني العرسان يا رب ويفرحهم كده ويرزقهم السكينة والطمأنينة والود والمحبة يا رب، اللهم امين يا رب. ويصلح ذات بينهم جميعا يا رب، يصلح ذات بين المسلمين جميعا يا رب يا رب، ويصلح بيوتنا جميعا، يجعل فيها الود والطمأنينة يا رب والحب لبعضينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصراحة يعني يعني ربنا يعني حطني في ابتلاء، او ربنا يعني رزقني بابتلاء. طبعا الابتلاءات دي برضو يعني برضو انا بعتبرها رزق من عند ربنا، لان ما بيجيلك ابتلاء وبتصبر عليه فاكيد ليك اجر فيه، فاكيد ده رزق من ربنا ان انت تاخد اجره. والحمد لله الحمد لله يا رب، احنا في كل وقت راضيين باللي ربنا بيعمله لنا، واللي ربنا بيقدمه لنا اكيد بيكون هو الخير والصالح لينا، حتى 339 لو سنة احنا مش شايفين كده. يعني حتى لو احنا شايفين ان ده 339 سنة و40 سنة و46 حاجة سنة. وحشة، بس اكيد وراه حاجة كبيرة جوي ربنا شالها عننا وحط لينا الحاجة ديت. فاكيد انتوا فاهميني، يعني فاهمين قصدي. فاي حاجة ربنا بيعملها لينا خير الحمد لله والله يا رب، وفي كل وقت وفي كل حين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل العظيم. كل حاجة بتحصل لي في دنيتي هي خير. حصل لي حاجات ياما قوي قوي قوي، مش هيكون اكتر من موت عيالي. يعني انا عيالي ماتوا على ايديا واعتبرت ده وقتها ان ده خير برضو. ما قلتش كلمة او لفظ طلع من بوجي يغضب ربنا. اللهم لك الحمد يا رب. دايما كان اللي على لساني الحمد لله يا رب، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والحمد لله كان بيخلفني اللي احسن منها واحسن واحسن كمان. فالحمد لله يعني اتحطيت في ابتلاءات ياما وفي امتحانات ياما، والحمد لله يا رب. بحمدك وبشكرك من قلبي مش على لساني. الحمد ده مش كلمة على اللسان على فكرة، ده فعل. الحمد لله لا في يوم من الأيام قلت لفظ يغضب ربنا، ولا أسأت لحد بكلمة،
عايزه اقول لكم على فكره، انا شفت اساءه ايام جو من ناس قريبين ليا جدا، بس اللهم لك الحمد يا رب، حتى اللي كان بيقابلني باساءه كنت بقابله بالخير، عشان كده ربنا بيرد لي الخير. اللهم لك الحمد. ومحدش يفكر ان الابتلاء اللي بيجي ده يبقى انا عشان عملت حاجه وحشه فربنا بيبتليني، لا والله. اللهم لك الحمد يا رب، والله عمري ما عملت حاجه وحشه في حد ولا في نفسي حتى. يعني البني ادم ممكن يعمل الحاجه الوحشه دي في نفسه ومفكرها ان هي خير. الحمد لله ما عملتش حاجه وحشه في حد ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا مش فاهمين انا بتكلم عن ايه، ولكن انا مش حابه برضو اتكلم في الموضوع او في الابتلاء اللي انا فيه. ممكن في يوم من الايام اتكلم عنه، لكن مش ده ظروفه ولا دي وقته، وانا مش حابه ان حد يسالني هو ايه، ولا حابه ان انا اتكلم في الموضوع اساسا. انا بحاول اتعايش مع الموضوع اللي انا فيه او الموقف اللي انا فيه واعدي ظروفي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا هنا انا كنت الروتين بتاعي انتوا عارفينه يعني. انا حبيت كده اخش بس بالفيديو الصغير ده، طبعا مدته صغيرة، بس انا حبيت اكون معاكم عشان برضو يعني اكيد ان الكذا يوم اللي فاتوا دولت انتوا نسيتوني فيهم. فانا نزلت الفيديو دوت النهارده ان انا افكركم بيا وافكركم بالقناة. ومهما اكون انا زعلانة او في حاجة مزعلاني، يا حبايبي القناة ملهاش دعوة، القناة دي شغلي. يعني خلاص القناة دي بقت مصدر من مصادر الرزق ليا. اي نعم هو رزق بالبطيء قوي، بس انا عندي امل ويقين في ربنا ان هيجي يوم وهيكون يعني هتكون القناة لها شأنها وهيكون لها يعني بصمتها وسط القنوات بإذن الله. لان الحمد لله انا مش بقدم اي حاجة تافهة، انا بقدم حاجة كويسة. حتى لو مش هتستفيدوا محدش هينضر باللي انا بقدمه. ممكن الطفل الصغير يسمعني، ممكن الشاب المراهق يسمعني، ممكن البنت المراهقة تسمعني، ممكن اي حد يسمعني، لاني لا بقول الفاظ خارجة ولا بقول بالعكس. يعني دايما زي ما انتوا شايفيني كده بتكلم بطبيعتي باسلوبي الحمد لله يا رب. ما بقولش اي حاجة في يوم من الايام لان هي هتكون في وشي وفي وش عيالي بعد كده. فدايما حتى ربنا قدام عيني، اللي هيطلع من لساني ده هو اللي هيقعد لي بعد كده. فعشان كده بتكلم عن ثقة ان القناة هيكون ليها شأن، لان ما بقدمش حاجة خارجة. اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعذروني ان انا ما صورتش اليومين بتوع الفرح والحنة. زي ما قلت لكم ما كانش يعني انا كانت فرحتي ببنت اختي كانت كبيرة قوي. يمكن صورت حاجات بسيطة ما تتعداش الثواني، فما حبيتش ان انا انزلها. انا كان نفسي اصور لكم الفرح كامل. على فكرة انا الفيديو اخر فيديو نزلته اخد علامة حمراء، يعني علامة حمراء يعني ملهوش ربح، معلهوش ربح، ولكن ما حبيتش ان انا احذف الفيديو. انا يعني حبيت يكون ذكرى ليا في يوم من الايام، ذكرى مع اخواتي واهلي وفي بيت اختي وذكرياتنا لما في وقت الافراح وكده بتكون عامله ازاي. فما رضيتش احذف الفيديو والله العظيم، رغم ان الفيديو اخد علامه حمراء عليه حقوق طبع ونشر يا حبايبي، فملهوش ارباح. كان نفسي اصور لكم الحنه كامله والفرح كامل، ودي كان هتكون برضو حاجه كويسه لقناتي والشغل عليها وكده. بس طبعا يعني ربنا ما ارادش ان انا اصور، او ربنا ما ارادش ان انا انزل الحاجه دي. طبعا كل حاجه بامر ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باذن الله ملحوقه يا حبايبي، وربنا يا رب يكتر افراحنا جميعا، وربنا يا رب يخرجنا من الضيق لا اوسع طريق يا رب. اللهم امين. يشفي كل مريض يا رب، ويعم الامن والامان على كل بلادنا العربيه يا رب. يا رب يبعد عن كل بلادنا في كل مكان في الأرض، يبعد عنهم يعني الحروب ويبعد عننا كل حاجة وحشة يا رب. يقدم
لبلادنا العربية كلها الخير والأمن والأمان والسلام يعم كده على شعوبنا العربية كلها يا رب، بحق لا إله إلا الله. أتمنى طبعا الفيديو بتاعي يعني أتمنى إنه يعجبكم، هو فيديو بسيط. طبعا لو حابين تحطوا لي لايك يعني يكون فضل كبير منكم عليا. حابين تشتركوا عندي في القناة لو لسه ما اشتركتوش برضه هيكون كبير جميل كبير جوي على راسي. واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب دايما افيدكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم بفيديوهات جديدة وشيقة وممتعة برضو بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.